مساء الفل والجميل على قلوبكم الطيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، عليه افضل الصلاة والسلام. دي كده معايا. زي ما انتم شايفين حبايب قلبي الكابوتشي. عايزين نعمل طريقة الكولسلو، هنعملها مع بعض. انا كنت عملتها قبل كده على السريع، بس لا تقريبا ما نزلتهاش في القناة. فهنا بقى هي طلبت مني يعني. معايا زي ما انتم شايفين كده كابوتشاية على حسب بقى حجمها. معايا مايونيز، معايا علبة زبادي، معايا معلقة كبيرة من السكر، ومعايا خل، ومعايا عسل نحل. ممكن نستغنى عنه، مفيش اي مشكلة ومش موجود معانا خلاص. هنزل بحوالي نص كوباية من المايونيز كده، على كوباية الزبادي، على معلقة من الخل. انا ما بحبش احط خل كتير يعني. والمايونيز برضو حابين تزودوا مايونيز، يعني حب يعني دي حاجة ترجع لكم خلاص. فزي ما انتم شايفين هنا كده نزلت بقى بالمكونات دي، وبعد كده نزلت بقى معلقة سكر ومعلقة من العسل. ممكن نستغنى عن السكر وممكن نستغنى عن العسل، خلاص الموجود. طبعا السكر موجود والعسل يعني اغلب الوقت بيبقى موجود، فيفضل معلقه ومعلقه احسن يعني خلاص، لان العسل لما بيكون في سلطه الكولسلو بيبقى حلو قوي بصراحه. بعد كده بقى ده الدريسنج كده انا حضرته. فهقلب كل المكونات دي كويس جدا كده مع بعض، وبعد كده هسيبها على جنب على ما اعمل ايه بقى، اقطع الكابوتشيه بتاعتي خلاص. حابين نزود في الدريسنج دوت زي ما قلت لكم، حابين نزود المايونيز تمام. الزبادي برضو حلو. كل الصوص ده اصلا او الدريسنج ده بيبقى هو اللي بيطعم كده الكابوتشي معايا وبيبقى حلو خلاص. بعد كده بقى هنا الكابوتشيه بتاعتي هي كانت كبيره شويه، فانا هاخد نصها وهبدا ايه بقى اقطعها كده زي ما انتم شايفين قطع صغيره جدا جدا. لو يعني عارفين تبشروها او عندكم مبشره باستخدامها سهل ما يجرحش ايدينا، تمام. ماشي يا سيف حطوها. خلاص. فانا بقى ايه، انا مش بحب بصراحه استخدم المبشره في اي حاجه يعني. بخاف منها بصراحه يعني. المهم هقطعها زي ما انتم شايفين بقى كده قطع صغيره جدا جدا، على قد ما نقدر. انا طبعا كنت بختصر معاكم الفيديو بصراحه، لان هي يعني في هنشوف دلوقتي معانا هنكمل الفيديو، فيعني ان شاء الله باذن الله كده يعجبكم وتشوفوا بقى كده تقدروا تعبي. وطبعا تحطوا لي لايك جميل كده علشان إيه اشوف كده انا استاهل لايك ولا ما استاهلش اللايك خلاص. فزي ما بقول لكم كده انا بدات اقطع الكابوتشيه بتاعتي كده نصها، ونص التاني احتفظت بيه في التلاجة لمره تانية. هبدا اضيف كله بقى هنا على بعض وهقلبه، وهغطيه بالستريتش راب او بكيسه اي حاجه يعني موجوده. المهم ان انا اغطيه علشان طعمه ما ينكهش حاجه من التلاجة، يعني طعمه ما يكرفش من اي حاجه في التلاجة. هغطيه وهحطه في التلاجة لتاني يوم. الكلام ده كان امتى؟ كان حوالي الساعه 11 او 12 بالليل كده. عملت الخطوه دي وسبته في التلاجة. وطبعا زي ما انتم شفتوا كده بحط زي نص معلقه صغيره من الملح تظبط التست بتاعي. وبعد كده بقى زي ما قلت لكم هغطيه واحطه في التلاجة. انا طبعا عندي لما بيكون عندي عزومه يعني بتبقى فيها كذا حاجه، فانا يعني بفضل ان انا اكون مجهزه الحاجات بتاعتي من بالليل خلاص. فزي ما انتم شايفين هنا كده بقى هغطيه واحطه في التلاجة. بصراحه هي سلطه لذيذه وحلوه، بس انا يعني ولادي مش ليهم فيها قوي، فعلشان كده ما بعملهاش كتير يعني. فهنشوف بقى هنكمل بقيه الفيديو، يلا بينا. ودخلنا على تاني يوم وخلاص صحينا من النوم، ونقول يا صباح الفل وصباح الجمال، يا صباح كل حاجة حلوة في حياتنا، ويا رب يديمها نعمة علينا ويحفظها من الزوال. ونبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ يومنا. أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده. رب أعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم آمين يا رب العالمين. نسمي بالله كده يا حبايبي ونبدأ الفيديو بتاعنا. عندي هنا طبعا زي ما انتوا شفتوا يعني
على حسب بقى الكمية بتاعة الفراخ اللي هنعملها، نكون مقطعينها. الفرخة بنقطعها على 8 اجزاء. خلاص، كل ربع بنقطعه 2. وبعد كده طبعا بننقعه في تتبيلة بعد ما بنغسله كويس جدا. بنحطه بقى في المحلول بتاعنا، محلول النقع. مثلا ممكن ساعتين 3 4 على حسب بقى. خلاص، بعد كده بقى بنغسله كويس وبنحطه بقى ايه. زي ما انتم شايفين كده، كان عندي لبن، حاطه لبن وميه، حاطه معلقه سكر، حاطه طبعا ملح، ظابطه الملح بتاع الفراخ علشان طبعا لما تقعد في التتبيله دي تبقى الحدق بتاعها كويس. حاطه بقى فلفل اسمر، حاطه كمون، حاطه بابريكا، حاطه طماطم، حطيت ليمون، حطيت ورق لوري زي ما انتم شايفين كده اللي انا بشيله دوت. حطيت خل، حطيت كل بقى التوابل اللي عندي، بابريكا، كركم، كاري، بهارات فراخ، توم باودر، بصل باودر. كل التوابل الجميله دي بتنكه الفراخ معايا، بيبقى طعمها من جوه شاربه كده. التتبيله حلوه. التتبيله دي انا بحب اعملها قبلها بيوم بيومين، مفيش اي مشكله خالص يعني. عايزه اقول لكم، فلو انتوا بتبقى محضرين بقى عايزين نعمل الاكله دي، بنحضر لها طبعا ايه من قبلها، علشان لما بتقعد في التتبيله دي صدقوني بتبقى جميله جدا. الطعم الفرخه من جوه كده بيبقى بتنكي حلوه قوي يعني. بعد كده عندي كوبايتين من الدقيق ونص كوبايه من النشا، وعليهم برضو نفس التوابل اللي انا حطيتها في النقع اللي انا كنت نقعدها. خلاص، هقلبهم برضو في بعض كده، واظبط برضو الملح بتاعي. طبعا خلي بالكم علشان الحاجه ما تطلعش مننا حادقه، الاكل ما يطلعش حادق. نركز قوي احنا بنحط التوابل اللي فيها ملح واللي ما فيهاش ملح، علشان لما نيجي نضيف الملح نبقى احنا عارفين واخدين بالنا احنا حطينا كميه ملح قد ايه. خلاص. وبرضو طبعا بنحط مرقه دجاج، برضو مكعب كده من مرقه الدجاج مطحون في اللي هو التتبيله، بيبقى طعمه خطير جدا. بعد كده طبعا زي ما انتوا شفتوا شايفين كده معايا في الفيديو ان احنا ممكن نجيب كيس ونحط فيه شويه شويه كده من الدقيق، علشان يعني ما نهدرهوش كله مره واحده. لا، نستخدم طبعا. انتوا شايفين الدنيا عامله ازاي يا جماعه. فاحنا بالراحه كده بنسمي الله وبناخد ببركه بسم الله الرحمن الرحيم كده في اكلنا. وبالنظر كده بنعمل الحاجه. ما بندخلش في الحاجه كده يعني بقلب جامد قوي كده في الحاجه، وان احنا نحط الكميه كلها ونبوظ. لا، واحده واحده. وزي ما انتم شايفين كده، انا ما بحبش احط كميه الدقيق بصراحه. وانا بعملها في الخلطه دي مره واحده. يمكن قلت لكم الكلام ده قبل كده يعني. حتى لو اتبقى مني شويه من الدقيق اللي هو عليه الخلطه بتاعته دي، بحطها في التلاجة وبعمل منها بعد كده. ممكن اضيف منها على البانيه، ممكن اضيف منها في مثلا في قلي سمك. بضيف فيها يعني، بضيف من الخلطة دي لو اتبقى مني شوية في اي حاجة فيها يعني حاجة ان هي ممكن تتحمر زي ما انتوا شايفين كده يعني. خلاص، فاحنا بنقدر يعني نستخدمه تاني يعني. بعد كده طبعا بنبدأ نرج زي ما انتوا شايفين كده، وممكن نعملها في الطبق برضو مفيش اي مشكلة خالص يعني، اللي يريحك. بس اهم حاجة ان احنا نجرب الحاجة مرة واتنين ويبقى قلبنا جامد فيها، ما نخافش. ما تقلقوش، الحاجة مش هتبوظ ولا هتطلع وحشة. بالعكس، ده انتوا هتبقى مبهورين جدا بنفسكم. لما بنجرب حاجة بيبقى حاسة ان هي صعبة يعني. فكنتاكي دوت يعني ما شاء الله انتوا عارفين اسعاره بره عاملة ازاي. فاحنا بنعمله مش هنقول بنوفر، بس الى حد ما بنوفر فعلا عن بره، عن اسعار بره. لان اليومين دول ما بقاش في حاجة اسمها توفير اصلا يعني. فالله المستعان طبعا. وربنا طبعا يعيننا جميعا ويعين كل واحد على حاله يا رب. بس طلعنا بأكلة حلوة جدا جدا كلنا بنعشقها، وكلنا بنبقى نفسنا فيها من وقت للتاني. وطبعا كل ام بتبقى نفسها تعمل افضل حاجة لولادها في البيت، من غير ما تبقى هي عارفة مثلا بتجيب لهم ايه من بره. ما بقاش ضامنين الحاجة برضو زي ما احنا ضامنينها في البيت. خلاص حبايب قلبي، فيا رب كده بقى طبعا ايه يعني، اتمنى يا رب يا رب ان فيديوهاتي تعجبكم. ولو يعني تكرمتم تحطوا لي اللايك. لو انتوا شايفين ان انا استاهل اللايك حطوا لي اللايك، مش شايفين خلاص براحتكم، دي حاجه ترجع لكم. بس طبعا يا رب يا رب يكبر بخاطر كل واحد بيسمع فيديوهاتي وبيدعمني وبيحط لي لايك وبيحط لي كومنت حلو كده يشجعني. يا رب يكبر بخاطركم يا حبايب قلبي زي ما بتكبروا بخاطري. انا بتعب جدا جدا والله في الفيديوهات لحد لما بطلع لكم النتيجه دي والصوره دي.
روتين يوم كامل او روتين يوم بطلعه في 10 دقايق، في يعني في وقت، يعني مش عايزة اقول لكم قد لا يذكر، بيعدي هوا في حياتنا يعني. فلو تكرمتم يعني كده ما تنسونيش، من دعوة حلوة لكم المثل يا رب. اسيبكم في امان الله ومع السلامة.